تشوفوا الليمون ده في السوق وما تجيبوهوش. شايفين عامل زي الزيتون في منتهى الجمال. شايفين الشكل والجمال. اوعوا ببلاش ببلاش ببلاش، هتملي بطرماناتك ببلاش، هتعملي مخلل يقعد معاكي للسنه ببلاش. وعايزه اقول لك، عايزين نقول لكم طريقه حفظ المخلل يقعد معاكي والله العظيم بالسنتين والتلاته. ابعتولي في الكومنتات. شايفين الشكل والجمال. زيتون 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 ببلاش، يا بلاش، ب2 جنيه الليمون دون. هتملي بطرماناتك وتستفي حاجتك ويبقى عندك جميع المخللات. خليه، هاتيه وخلليه لما تلاقيه في السوق. اهو انا بنقيش الا الصغيره خالص كده. ده هو في منتهى الجمال ورخيص جدا وببلاش. الليمون بعد ما سلقناه ادينا له سلقه لغايه لما استوى. وبصوا الميه بتاعته دي كنز يا جماعه، مش هنرمي الميه دي، يا رب تكونوا شايفينها اهي. مش هنرمي الميه دي خالص. لازم تغيروا لليمون ده 3 ايام لازم. شايفين والنبي مقطقط وجميل ازاي؟ يجي جميل عامل زي الزيتون زي ما قلت لكم. ده احلى تخليل ليمون تخللوه، احلى من الكبير يعني. الكبير بيبقى كله ميه ما بيبقاش، انما ده بتبقى ناشفه كده وحلوه. انا دلوقتي هغير عليه 3 ايام. من نجاح الليمون يا جماعه انك تسلقوه وتغيروا عليه. تغيري 3 ايام الصبح وبالليل زي الترمس بالظبط عشان يديكي احلى نتيجه. ولو وصلت لغايه هنا ما تنسينيش في اللايك والشير والاكسبلور عشان يوصلكوا كل جديد. يلا باي. غير عليه بقى، ولما اجي اخلله هتبقوا معايا برده. ما تروحوش في اي حته وخليكم مع القناه دي. ما ولعتش حاجه انا عارفه. بصوا، بعد ما سلقنا الليمون زي ما قلت لكم وغيرنا له 3 ايام. لازم من نجاح الليمون زي ما قلت لكم برده انك تغيروا له عشان ما يبقاش ممرر معاك. تيجي تاكلي الليمونه ما تبقاش ممرره وتبقى طعمها مش حلو. انا دلوقتي فرمت شويه فلفل احمر اخضر اللي انت تحبيه حطيه، اللي انت تحبيه حطيه. ودلوقتي بصوا غلي الميه على البوتاجاز، دي ميه مغليه. هنبقى واخدين 4 كوبايات، معيار رتل ميه يعني 4 كوبايات ميه عشان خاطر ايه؟ لو الليمون ما يريمش معاكي يعمل ريمه كده ما يبقاش ايه طعمها. ادي البطرمانات بتاعتنا. معانا ورق لوري، معانا ليمونتين، ونحط بقى محلول النقع. انا حطيت مج كمان 5 كوبايات، نحط لهم 5 معالق ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. 2 3 4 5. وتقلبي كده بقى بالراحه. الليمون يا جماعه بيبقى جميل. وبصوا زي ما قلت لكم برخص التراب في السوق، رخيص جدا. هاتوا وخللوا بدل ما تروحوا تجيبوا الكيس بقد كده. طب وليه؟ ده سهل خالص وجميل جدا. اقلب بقى عشان ما اطولش عليكم الفيديو وارجع لكم تاني. بصوا بعد ما قلبنا محلول النقع نحط بقى في البطرمانات. انا ما بحبش احط عليه فلفل. انتوا لو حابين الفلفل مع الليمون حطوا، بس انا بحب اعمل الفلفل لوحده والليمون لوحده بصراحه. بيبقى ناجح جدا لما بتعمليه لوحده. عايزه تحطي معاه كام قرن غير اللي هو المطحون ده حطي، اللي يريحك اعمليه. بس صراحه ربنا كده بتاكلي ليمون بقى طعم وجميل. الفلفل بصراحه بحس ان هو بيخليه طعمه مش حلو. معلقه شطه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. معلقه ايه، ورقه لوري. هنحط الليمون بقى ونملى البطرمان واوريكم بقى هنحط ايه تاني. ما تروحوش في اي حته. لايك وشير واكسبلور. هنا البطرمان بس ما مليناهوش على الاخر. حطينا ورق لوري في كل حته. هنحط بقى ورقه كده من فوق، وهنحط ايه اللي يخلي لي بقى الليمون ما يجرالوش اي حاجه. وبالنسبه للليمون ماده حافظه برده اللي هي ايه، معلقه السكر اهي على ايه الملح بتاعنا، ونقلبها كده يحافظ لي على الليمون ويقعد من السنه للسنه. ممكن تحطيه في التلاجة. وانا بصي بعمله ومن يعني ايه بالنسبه للتفريز بتاعه. انا بعمله واروح اول ما يتخلل وادوقه كده واحس ان هو حلو واروح حاطاه في التلاجة. جربوا والله الطريقه دي وحياه ربنا بيقعد. انا عندي ليمون من السنه اللي فاتت في التلاجة. بصوا بقى ونروح واخدين كده بالمج. بسم الله الرحمن الرحيم. ونروح حاطين كده. يا سلام، احلى مخلل تكليف البيت نضيف وعاملاه بايدك وشوفوا زي الفل. مش احسن ما تروحوا يا اولاد تجيبوا برضو الكيس بالشيء الفلاني؟ لا، هو انتوا كده لما تجيبوا المخلل تعملوه في البيت يا سلام.
جميل. والفلفل اليومين دول برضو حلو والله، متهاود برضو برخص التراب. الليمون رخيص يا جماعه، هاتوا وخللوا. بص انا مش هعملها بقى على الاخر عشان احط له مكونين برضو اتنين. معانا ليمون اهو، ما تستغربوش الليمون، ما تستغربوش يا جماعه الحاجات اللي انا بحطها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. احط بقى على وش كده ايه المخلل بتاعي. شايفين الشكل؟ نص ليمونه بس كده، واروح حاطه بقيه شويه الايه. برضو مش هامله البطرمان على الاخر عشان لسه في حاجه تانية هنحطها، اللي هو ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. اللي هو الزيت. هنغطي وش الليمون بالزيت، بس زيت نضيف يعني. شايفين الشكل والجمال يا ولاد؟ شايفين الحلاوه؟ حاجه رباني كده عاملاها في البيت، جميله وتحفه كده، وبألف هنا وشفا على قلبنا يا ولاد والله العظيم. ده لسه بقى لما ايه. انا مش حاطه فيها دقه كتير بصراحه عشان خاطر احنا ما بنحبش برضو الحراق قوي، يعني بنحب الحامي بس مش السبايسي قوي ده يا جماعه. اولا احنا حطينا الزيت ليه؟ عشان برضو يحافظ لي على الوش، ما يخشلوش اي هوا وما يعفنليش البطرمان من الفوق. تفتحي كده البطرمان تلاقيه زي الفل، وتلاقي الليمونه كده مزيته وطعمها جميل حتى في الاكل. جربوا الطريقه دي يا جماعه. الزيت برضو حلو في المخللات لما تحطوه كده على الوش. شايفين الحلاوه دي يا جماعه؟ شايفين؟ اللهم صل وسلم وبارك. شايفين الجمال؟ شايفين الليمون الخطير؟ يومين 3 بتاكلوا منه بألف هنا وشفا لما تخللوه بالطريقه دي. طريقه سهله وبسيطه، وفي ثواني الليمون بيتخلل. بس نجاح الليمون يا جماعه انك تحطوه ايه، يعني الاول تغسلوه وتسلقوه، وتروحوا ناقعينه مغيرين له الميه 3 ايام عشان تاكلوا ليمون سريع وطعمه حلو وما يبقاش ممرر معاكم. اللي عجبه الفيديو ما تنساش يحط لي لايك وشير واكتبوا لي عشان يوصل لكم كل جديد.